نقطعها عادي. الفيديو ده السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ والذره المشوي، الذره المشوي. بصوا احنا كده ايه، قطعنا الذره دي كانت بتبقى لابسه ده، شايفين ده؟ الذره بتبقى لابسه الفساتين دي اهي، الذرايه اهي. بصوا هتشوفوا دلوقتي بتستوي ازاي. ادي على الفحم اهو. الذره المشوي يا ذره. يلا الذرة المشوي. ايوه شفتوا الحاجه بتقول اهي، يلا الذره المشوي. الحاجة ايوه العسل. الناس العسل. تسلم ايديكي. الذرة العسل، الناس العسل. بصوا يا جماعه الذره المشوي، الذرة العسل، الناس العسل. دي حلوه كده جدا بقى. دي اكلتنا على الكورنيش يا جماعه. دي الذره المشوي دي اكلتنا على الكورنيش. بس احنا دلوقتي لقينا الحاجه واحنا ماشيين رايحين عند اختي، فايه قلنا نجرب الذره، بقى لنا كتير ما كلناش ذره. انتوا كنتوا عايزين اصور لكم الذره المشوي صح؟ كده بقى. ولا تخلصها عادي اتكلمي عادي، انا ممكن يعني الصوت خالص. اتكلمي عادي خليكي زي ما انت اتكلمي عادي، انا ممكن اعمل الصوت خالص. لا انا بقى اقول الذرة اللي عايز ذرة. قولي الذره اللي عايز الذره. يلا الذرة اللي عايز ذرة. شايفين؟ هتلسع يا بشر. بصوا عشان احنا اصلا عندنا ستات مصر ما بيحبوش يبانوا على رجاله. انا مش مبينهم لكم عشان ايه؟ ستات مصر ما بيبانوش على الرجاله. احنا ستاتنا ورجالتنا رجاله يا جدعان. ستاتنا ورجالتنا رجاله. ب 150 كمان. شايفين انتوا؟ هي بصوا بتفضل بقى تهوي عليها كده. المفروض اصلا ان في حاجه اسمها مروحه بتتهوى بيها. بص لحد ما توصل للدرجه دي، وبعد كده هاكلها زي ما انا اكلتها قدامكم المره اللي فاتت. بصوا انا بوريكم. بصوا وقت شويه بياخد قد ايه. يقال عندنا الذره المشوي. اتفضلوا يا جماعه اللي عايز ذره. الله ينور عليك اللي بتنور. الذره المشوي يا جدعان. على فكره انا مش مطوله الفيديو، والله مش مطوله الفيديو، بس انا ايه، الحاجه لازم توصلوا للدرجه اللي انتوا شفتوه. لازم كوز الذره يكون شكله حلو، يكون شكله جميل يعني. دي بقى يعني على كورنيش بياكلوها الحبيبه يا جماعه. لو واحد كده هوت يعني ماشي مع خطيبته، ماشي مع صاحبته ولا حاجه، بياكلها ذره. لو على قد حاله. عشان كده ابقى جبت لكم الذره المشوي، وجايبه لكم كمان وفي ايه يا جماعه؟ اللي زعلان مننا يعمل زينا على فكره. عندنا ذرة، تعالى خد ذرة. الذره المشوي. بيقولوا حاجه على الذره المشوي يا حاجه في التلفزيون، بيقولوا ايه؟ الايه؟ قنديل. او قنديل، اللي عايزه قنديل ياخد قنديل. اللي عايزه قنديل. شفتوا والله العظيم بقى لي كام و50 سنه ما اعرفش كلمه قنديل ان هي بتيجي على الذره. واحد بيقول لي كام القنديل يا حبيبي؟
اكيد. في ناس تاخدوها نيه. في ناس بياخدوها نيه وفي ناس بيحبوها مستويه كده. في ناس بياخدوها بيعملوها في البيت عندهم. بيسلقوها وياكلوها مسلوقه. بياكلوها كده. انتوا عارفين الذره طبعا كلكم شايفينها في السوبر ماركتات، بس احنا عندنا هنا الذره بتاعتنا بناكلها مشويه يا جدعان. بصوا دي الشوايه اللي هي بتتعمل عليها، دي اسمها الوجاء، صح؟ اسمها الوجاء، ولازم يتجاب فحم ويتعمل عليها. بصوا هي الحاجه اصلا قالت انا مش هطلع. فاكرين الحاجه اللي عندنا في دار السلام قالت لي ايه؟ طلعيني يا بنتي، طلعيني ربنا يخليكي. والله ازاي يعني؟ زين يعني؟ بقى هي بقى الحاجه عندنا نوت بتتكسب، فمعلش يا جماعه معلش، كل واحد وسلو بلده. منوريني والله، منوريني ومشرفيني. الذرة المشوي ده في حدايق حلوان. اللي عايز ياكل ذرة مشوي يجي عندنا في حدايق حلوان. اسمه ايه الشارع ده؟ في شارع جمال عبد الناصر في حدائق حلوان. اللي هيجي هيلاقي الحاجه بتاعت الذره. قربنا ولا لسه يا حاج؟ خلي بالكم انا قاعده على الارض وانا بصور لكم. ادعوا لي. بصوا النار وهي طالعه. خافوا عليا بقى يا جدعان. ماشي وسابوني. اللي لابسه ابيض اختي، التانية مرات اخويا. ربنا يخليك. بصوا الذرة يا جدعان، بصوا الذرة عندنا في مصر والله العظيم. احنا اي حاجه بتراضينا يا جماعه. انا قايله لكم احنا في جنينه الحيوانات، قايله لكم ان اي حاجه بتراضي الشعب المصري، بس مين اللي يفهم؟ الذره والذره كمان هتلبس اهي، مش هتشيلها لنا كده، هتديها لنا وهي بتلبسها. خلي بالكم. بصوا يا اولاد، في اصلا يعني في مروحه كده بتتهوى بيها كده. اسمها ايه؟ اسمها مروحه ولا اسمها هوايه؟ هوايه كده اهو. كان ابويا بيعملها زمان. انا ابويا كبابجي اصلا. فدوت ربنا يخليكي. فدوت كان بيبقى على نار. الذره المشوي كله برقان. يا جمالك يا ذرة. بصوا لازم ما تخليش فيها اصلا نار خالص، عشان النار على فكرة بتبقى صعبة جدا. ربنا يكفينا شر النار يا رب. وكده احنا شلنا الاثنين. ورينا دوت بقى وانت بتحطيه. بصوا بصوا خلاص احنا هنطلعها اهو. انت كنت معاهم بالليل يا عبير؟ كنت معاهم بالليل؟ لا ده قبل كده ساعة. لا ده ساعة بالليل. افتكرت امبارح. قعدتها حلوة صراحة. يمسك امبارح صراحة. سخنة بس مش عارفة. بصوا وريني كده. بصوا الذرة اهي كده. هي بتلبسها لنا تاني عشان خاطر ما تبردش. تسلم ايديك يا حاجة وربنا يخليكي وبألف هنا وشفا.